لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتحدث أيها الإخوة الكرام عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة في رمضان. أولا، شأن الصلاة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام شأن عظيم، بل كان لها الشأن الأعظم في حياته عليه الصلاة والسلام كلها، ابتداء من أول ما أوحي إليه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء والصلاة. فكانت الصلاة مع بداية الوحي، ثم أمره الله تبارك وتعالى بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم فرض الله تبارك وتعالى عليه الصلوات الخمس في رحلة الإسراء والمعراج. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أول ما قام به عليه الصلاة والسلام من أعمال هو بناء المسجد للصلاة. فكان الصلاة لها الشأن الأعظم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأعمال، حتى أنه عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة في وداع هذه الدنيا كان يؤكد على الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمانكم. أما في رمضان أيها الإخوة الكرام، فكان للصلاة شأن آخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للصحابة وإرشاده لهم، وفي فعله عليه الصلاة والسلام. أما قوله صلى الله عليه وسلم فكان يؤكد في رمضان أفضلية القيام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الأمر فيه تحفيز للصحابة رضي الله تعالى عنهم وللمسلمين أجمعين على قيام رمضان، لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. كان عليه الصلاة والسلام يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر الصحابة فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا كله فيه تحفيز للصلاة في رمضان. ثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام الحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: صمنا فلم يصلي صلى الله عليه وسلم بنا حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في 6، وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر، فصلى بنا في 3 ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. فهذا فيه بيان لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة في رمضان، في صلاته بعض الليالي بالصحابة وبعضها. ويأتي لماذا هذا عدم الالتزام الليلي بالصلاة في المسجد في هذا الحديث. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم من الليل في رمضان، وأنه صلى بأصحابه بعض الليالي ثم ترك ذلك. هذا أنس رضي الله تعالى عنه يحدث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم أننا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال: فقلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ فقال: نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعته. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم
فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، وذلك في رمضان. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني في هذه المراحل تسامعوا حتى كثر عددهم، حتى ملأوا المسجد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، يطيل القراءة فيها جدا، كما ثبت في الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. في وصف عائشة رضي الله تعالى عنها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بهذا الأسلوب وهذه العبارة: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني عن حسن هذه الصلاة، كيف كان عليه الصلاة والسلام يحسن صلاته، كيف كان يقوم في هيئات الصلاة قائما وراكعا ومعتدلا وساجدا وجالسا، كيف ذلك الجلوس. قالت: فلا تسأل عن حسنهن، أيضا وطولهن، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل هذه الصلاة، صلاة النافلة، كان يطيلها جدا عليه الصلاة والسلام. ويأتي في حديث حذيفة المشهور لما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة ثم مضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، إذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. جاء في بعض روايات حديث حذيفة هذا أن ذلك كان في رمضان. هذا أيها الإخوة الكرام بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت لنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن حاله في صلواته في رمضان. فالمسلم أيها الإخوة الكرام له في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمسلم أيها الإخوة الكرام إذا أقبل رمضان لتكن من النوايا التي يستقبل بها شهر الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار وشهر البركة وشهر الفضائل، لتكن هذه النية عنده القرب أكثر من الله تبارك وتعالى، أن يكون في همه في نيته أن يكون قربه في رمضان أكثر من قربه في غير رمضان، لأن رمضان تختلف أيامه وساعاته ودقائقه وثوانيه ولحظاته، ومن ذلك أن يحسن الصلاة في رمضان. يحسن الصلاة، هو المسلم مأمور بإحسان الصلاة عموما ومأمور بإقامتها، لكن إذا جاء رمضان لتكن ليالي رمضان فيها من القيام، فيها من القنوت، فيها من الإحسان، فيها من الخشوع في الصلاة، فيها من إطالة الصلاة وإحسانها، يجتهد فيها المسلم ما لا يجتهد في غيرها، لأن رمضان هو شهر العبادة، وقيام رمضان جاءت النصوص فيه بهذا الفضل العظيم أنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمسلم أيها الأخوة الكرام الآن بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته يشاهد هذه الجموع التي تقبل على القيام في رمضان وعلى الصلاة في رمضان، فله يعني أنه يشارك هذه الجموع هذه الصلوات التراويح، وله أيضا أن يخص نفسه بشيء من الصلوات في بيته نافلة،
يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى، لأنه عندما يصلي منفردا قد يتيسر له ما لا يتيسر مع الجماعة، فيتذكر أنه في رمضان يستثمر دقائق الليل الغالية في رمضان بكثرة العبادة، كثرة التعبد، بإحسان الصلاة وبإطالتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء بنبينا الحبيب الكريم عليه الصلاة والسلام. أسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رمضان، وأن يبلغنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.